السلام عليكم. التريجونومتري أو حساب المثلثات بتفيدنا جدا بإن احنا نطلع من المنظور بتاع أطوال الأضلاع بتاع المثلثات، لأن احنا نعرف العلاقة ما بين الأنجلز والأطوال بتاعة أضلاع المثلثات. تعالى كده نتكلم ونشوف إزاي ده بيحصل. لو أنا فرضت إن أنا عندي كوردينيتس بالشكل ده، أنا عملت دلوقتي زوم إن علشان نشوف اليونت سيركل. بس قبل ما نشوف اليونت سيركل أنا حابب إن إحنا ناخد التو أكسيس بتوعنا الإكس والواي ونتكلم في مبدأ لطيف قوي. لو أنا قصادي دلوقتي مثلث أنا رسمه في الحتة دي، فهو دلوقتي عامل أنجل ثيتا مع الإكس أكسس، وفي نفس الوقت أنا عارف إن الراديوس بتاع الدايرة اللي أنا رسمت بيها دي، الراديوس ده بيساوي 1. الطول بتاع الفيكتور ده بلاش راديوس، فهو هيكون ب1. ده الوتر بتاع المثلث أو الهايبوتنيوز بتاع المثلث. طيب، في حاجة لطيفة جدا، إن أنا لو أخدت الريشيو بتاعت الجزء ده وقسمتها على الجزء ده، فانا ممكن اكتب الحته دي بره. يعني انا ممكن اقوم قايل ان الجزء ده هو الجزء المجاور للثيتا بتاعتي. لو اخدت الجزء الادجيسنت ده ورحت قسمته على الهايبوتنيوز، فانا هطلع ريشيو معينه، خلينا نسميها ريشيو بس مش هنطلق عليها اي اسم تاني. طيب لو جيت بعد كده اكستند هذا المثلث لواحد تاني، فلقيت ان برضو الريشيو بتاعت الجزء ده للجزء ده في المثلث الجديد برضو بيديني نفس الريشيو، بيديني نفس الفاليو. ولو رحت رسمت مثلث جديد اكبر منهم كلهم برضو لقيتها نفس الفاليو. فده معناه ايه؟ معناه ان الريشيو دي ثابته وانت عمال تكبر المثلث. ده حصل بسبب ان الثيتا كانت كونستنت، كانت فاليو معينه. لو انا غيرت الثيتا دي، الريشيو دي هتتغير، ولذلك الريشيو دي تعتبر فانكشن اوف ثيتا. فلما الثيتا بتتغير الريزلت دهيت بتتغير، الريشيو دي بتتغير، فبالتالي هي الريشيو دي هي فانكشن اوف ثيتا. فالناس قاموا قايلين والله بص، بدل ما نسميها فانكشن اوف ثيتا تعالى نطلق عليها كوزاين اوف ثيتا. فبالتالي انا لو اخدت الادجيسنت وقسمته على الهايبوتنيوز في المثلث بتاعي، فانا كده بجيب الكوزاين اوف ثيتا. ولو رحت جبت الريشيو ما بين الاوبوزيت اللي هو المقابل على الوتر اللي هو الهايبوتنيوز، فانا كده بعبر عن ساين ثيتا. وده معناه ان انا لو مثلا ليتس سي ان في عماره، بجيب الحته اللي هي فوق السطح بتاع العماره دي، فانا عرفت الانجل اللي موجوده هنا وعرفت الطول بتاع الوتر ده او بعد المنطقه اللي انا بقيس منها لحد السطح بتاع العماره، هقدر ان انا استميت الطول بتاعها واقدر ان انا استميت انا بعيد عنها قد ايه. حاجه لطيفه جمعت ما بين الانجلز وجمعت ما بين اللينث المختلفه بتاعه التريانجلز. وطبعا ليها ابلكيشنز كتيره، هي ما بتقفش هنا بس. طب ايه رايك لو ناخد الشكل الكونستنت اللي بالمنظر ده ونحوله لشيء دايناميك، نطلع منه ويف ونسميها الساين ويف او الكوزاين ويف. لو انا دلوقتي جيت قلت لك والله بص تعال هفرض ان الهايبوتنيوز بتاعي ده ب1، فانا دلوقتي بتكلم عن هذه اليونت سيركل، الراديوس اللي موجود عندي هنا ده ب1، وفي نفس الوقت لو جيت شفت الحتة دي هي برضو هي الراديوس، فدي هتكون ب1. طيب ده كلام جميل قوي. بص بقى انا عايز اعمل ايه. انا عايز اقول لك ان انا لو بصيت على هذا المثلث، انت شايف ان الجزء اللي هو الادجيسنت هنا ده اصغر من 1، فبالتالي انا عندي الجزء ده بيعبرني عن الكوزاين اوف ثيتا. ازاي؟ لان الكوزاين اوف ثيتا هي بتساوي ايه؟ هي بتساوي الادجيسنت على الهايبوتنيوز. الهايبوتنيوز اللي هو الوتر عندك بكام؟ ب1. فبالتالي الكوزاين اوف ثيتا هنا هتكون هي الطول بتاع الادجيسنت. لو قلت لك دلوقتي ان انا ابتديت في الاول كونستنت، بس انا دلوقتي عايز الدنيا تبقى دايناميك، فانا هفرض ان انا ماشي عمال احرك الراديوس ده، عمال احرك الفيكتور اللي موجود جوه ده، هو يونت فيكتور لان اللينث بتاعه 1. بص الاستنتاجات بتجيب بعضها. فانت دلوقتي كل شويه الجزء ده عمال ان هو يصغر يصغر يصغر. ايه هو اللي بيصغر؟ البروجيكشن بتاعك على الاكس اكسس بدأ ب1 وقاعد عمال يصغر. طالما الجزء اللي تحت ده بيعبر لي عن الكوزاين،
فاسمح لي ان انا هخلي الاكس اكسس ده هسميه كوزين اوف ثيتا، وبالتالي الواي اكسس بما انه موازي للاوبوزيت، ادي الاوبوزيت في المثلث، وفي نفس الوقت بيساوي الواي لان هو باراليل ليه، فانا هسمي الواي ساين اوف ثيتا. بالتالي بقى اقدر ان انا اعمل حاجه، هبدا ان انا احرك فيكتور. الفيكتور ده هبدا ان انا اراقب البروجيكشنز بتاعته على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس. اللي هيطلع على الاكس اكسس هسميه كوزين ويف، اللي هيطلع على الواي اكسس هسميه ساين ويف. فدلوقتي الكوزين اوف ثيتا لو جيت بصيت عليها في الاول خالص، انا هنا بقى هبدا ان انا ارسم لك التمبرال بروجريشن، البروجريشن في التايم. فانا عندي هنا مثلا تايم زيرو، وانا ماشي في الدايركشن ده انا كده بزود التايم. فانا وانا بادئ في الاول خالص انا بادئ بفيكتور موجود initially موجود هنا. ولو تفتكر قبل كده انا الفيكتور ده عامل ازاي، انا الفيكتور ده ليه حاجتين، ليه ماجنتيود ليه طول، وفي نفس الوقت ليه انجل عاملها مع الاكس اكسس، ودي بنطلق عليها الفيز انجل. يبقى انا دلوقتي لو مسكت الفيكتور ده وبدات اللي انا احركه، ودايما بحركه كاونتر كلوك وايز، بحركه عكس عقارب الساعه. فانا لو بدات من الاول خالص هنا ده عامل انجل زيرو. طيب الفاليو بتاعت الكوزاين بتاعته ايه؟ يعني البروجيكشن على الاكس اكسس، اسقاط الهيد بتاعه ده على الاكس اكسس مديني 1. فبالتالي لو جيت رسمت الكوزاين هتطلع لي 1، هتطلع لي الماكسيمم امبليتيود بتاعها. طيب اول لما ابتديت اللي انا احركه، ما بقولك مع مرور الوقت انا بحركه كاونتر كلوك وايز، فاللي هيبدا يحصل ان الفاليو دي هتقل، فمع التحرك في التايم الفاليو هتقل، وهمشي اكتر الفاليو هتقل، همشي اكتر الفاليو هتقل اكتر، فالفاليو قاعده عماله تقل لحد ما اوصل لهنا. ايه اللي هيحصل؟ البروجيكشن بقولك على الاكس اكسس هيكون عندي زيرو، فيكون عندي زيرو، وبعد كده هبدا ان انا اروح هنا، وبعد كده هروح هنا اللي هي البروجيكشن بتاعي يبقى ماينس 1 اللي هي المينيمم فاليو، وبعد كده الويف تبدا ان هي تعلى تاني لان انا هبدا ان انا اتحرك هنا، وبعد كده توصل هنا تبقى بزيرو، وبعد كده هنا بوزيتيف، ولحد ما توصل وتكمل بنسميها سايكل، بتكمل سايكل كاملة أو ريفولوشن كاملة لحد ما توصل للنقطة بتاعة البداية. اللي انت رسمته ده هي عبارة عن الكوزاين ويف، دي كده كملت سايكل واحدة. لو جيت أنا بقى بصيت دلوقتي على نفس الفيكتور اللي أنا كنت بحركه ده، بس بدل ما أبص على البروجيكشن بتاعته على الإكس أكسس بصيت على البروجيكشن بتاعته على الواي أكسس، أنا كده هطلع الساين ويف. الساين ويف بقى هيكون شكلها عامل ازاي؟ وانا موجود في الاول خالص انا هنا ببروجكت على الواي اكسس لان ده الاكسس بتاع الساين، فساعتها هيطلع لي زيرو. وبعد كده اول لما احرك هيبقى بروجكتد هنا بروجكتد هنا، الفاليو عماله تعلى، فالفاليو عماله تعلى لحد ما توصل للماكسيموم بتاعها هنا، وبعد كده تبدا ان هي تقل لحد ما توصل لزيرو هنا، وبعد كده هتبدأ ان هي تقل تحت، هتقل في النيجاتيف لان انت بتبص على البروجيكشن هنا، وبعد كده توصل للمينيمم بتاعها لان هو هيكون ماينس 1 هنا، وبعد كده هتبدأ ان هي تعلى تاني لحد ما توصل لزيرو، هتعلى لحد ما توصل لزيرو، ودي كده تبقى سايكل من الساين ويف. لو بصيت ما بين الاتنين دول هتلاقي ان في زاوية كانت 90 درجة ما بين الاكس اكسس وما بين الواي اكسس، وبالتالي ده اتعكس في الشكل بتاع الويف.